السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة في رمضان. التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة. متأكد؟ لم يعرف العالم التدخين إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية في نهاية القرن ال15. البحارة والمستعمرين الأوروبيين نقلوا هذه العادة إلى أوروبا من السكان الأصليين لقارة أمريكا. والغريب إن في البداية كان بيتم الترويج إلى إن التدخين ملوش أضرار لكن له فوائد صحية. وده إعلان لأحد أنواع السجائر عام 1881 اسمها سجائر الفرح. الإعلان بيقول: سجائر الفرح تعطيك راحة فورية في حالات الربو والكحة الناتجة عن الالتهاب الشعبي وحمى القش والإنفلونزا وضيق التنفس. كانت الدعاية بتعتمد على إن كل الناس بيحبوا التدخين حتى الأطفال، وكان بيتم استغلال صور الأطفال في الدعاية، زي مثلا صورة طفلة مكتوب عليها إنها بتحب تمضغ التبغ اللي بتنتجه شركة معينة، أو أطفال صغيرين بيستغلوا نوم أبوهم هو قاعد سهران علشان يدخنوا السيجارة بتاعته. باختصار، تم صناعة وهم بأن التدخين هو مصدر السعادة لكل الناس، وتم تحويل الوهم ده إلى حقيقة في أذهان الناس بفعل الإعلام وحملات الدعاية المكثفة. ولما بدأ يظهر شوية كلام عن أضرار بسيطة للتدخين زي الكحة مثلا، لجأت شركات التبغ إلى استخدام حيلتين. الحيلة الأولى وهي استخدام أشخاص ليهم مصداقية عند الناس في الدعاية، والحيلة الثانية هي إنها بتقول للناس إنها عملت اللازم للقضاء على أضرار السجائر المزعومة. ورغم أن ظهور بلطو الطبيب الأبيض في إعلانات السجائر كان ممكن يبقى كافي جدا، إلا أن إحدى شركات التبغ كانت بتقول في دعايتها في الوقت ده إن في 20,679 طبيب بيؤكدوا على نوع السجائر ده بتاعهم أقل تأثيرا على الحلق. 20,679؟ طيب ليه مثلا مش 20,680 أو مثلا 20,700، رغم إن محدش هيعد وراهم يعني ولا يقول لهم هاتوا بقى كشف بأسماء الأطباء دول؟ السبب هو إن الرقم الأول بيعطي كده انطباع بالأمانة والمصداقية، وهو ده المطلوب. ولم تكتفي شركات التبغ بالإعلانات الورقية، لكن قاموا أيضا بالترويج للسجائر بتاعتهم باستخدام الأطباء عن طريق إعلانات الفيديو المصورة. Listen, cigarette smokers. Did you ever think of this before? Chesterfield is the only cigarette in the country which gives you one, proof of highest quality, two, proof of no adverse effects to the nose, throat, and sinuses. Now, this proof comes from the latest report just received covering a full 16 months. And it comes from a doctor who's been examining a group of Chesterfield smokers as part of a program supervised by a responsible, independent research laboratory. Now, after a full year and 4 months, the doctor reports again no adverse effects to the nose, throat, or sinuses from smoking Chesterfields. Now, don't you want to try a cigarette with a record like this? Chesterfield. مجرد كلام عام وساذج يعني بلا تفاصيل ولا في عليه أي دليل، لكن شركات التبغ كانت عارفة إن هدفها مش تقديم دليل لكن تقديم مبرر. يعني أي مبرر يبرر بيه المدخن لنفسه الاستمرار في العادة اللي بيحبها، أي مبرر مهما كان سخيف. شركات التبغ كانت عارفة إنه يكون مقبول من المدخنين لأنه بيوافق هواهم. ولو المبرر ده ما كانش كافي بالنسبة لمدخن معين، فهنا بيجي دور الحيلة التانية اللي لجأت ليها شركات التبغ، وهي اختراع ما أسموه بالفلتر. يعني لو انت ما صدقتش حكاية الأطباء اللي بيؤكدوا ان السجائر غير ضارة، فاحنا يا سيدي عملنا لك فلتر يمنع أي ضرر. وبالمناسبة عزيزي المدخن، طبيب الأسنان بتاعك في الفترة دي كان بينصحك بتدخين السجائر ذات الفلتر، يعني دخن بقى وما تقلقش. وفي معلومة صغيرة طبيب الأسنان بتاع الإعلان اللي فات تقريبا نسي يقولها لمرضاه، وهي إن الدراسات أثبتت إن الفلتر مش بيمنع الضرر
ولا حاجة، هو فقط بيقلل نسبة الإصابة بأنواع معينة من السرطان وبيزود نسبة الإصابة بأنواع تانية من السرطان. فضلت العلاقة بين الناس وبين شركات التبغ سمن على عسل لغاية فترة الخمسينيات من القرن العشرين، لما بدأت عدد من الدراسات تربط بين التدخين وبين الإصابة بسرطان الرئة. ودي كانت أول مرة تشعر فيها شركات التبغ إنها مهددة، فتم عقد اجتماع بين ممثلي شركات التبغ الكبرى في 21 أغسطس عام 1969، وطبقا لمضبطة هذا الاجتماع فالاستراتيجية اللي وضعتها الشركات لمواجهة الأزمة تتضمن الآتي: الشك هو بضاعتنا لأنه أفضل طريقة لمنافسة مجموعة الحقائق التي استقرت في عقول عامة الناس، وهو كذلك وسيلتنا لصناعة حالة من الجدل. هناك بالفعل حالة من الجدل الدائر داخل صناعة التبغ. أما بالنسبة لعامة الناس فالإجماع هو على أن السجائر بطريقة ما ضارة بالصحة، فإذا نجحنا في صناعة جدل بين عامة الناس وقتها ستكون أمامنا فرصة لتمرير الحقائق حول التدخين والصحة. للأسف لا يمكننا الوقوف مباشرة لمعارضة القوى المعارضة للتدخين ونقول أن التدخين يساهم في جعل الصحة جيدة، فنحن لا نملك أي معلومات تدعم زعمك هذا. وبدأت شركات التبغ في تنفيذ مخطط إشاعة الشك في كلام الأطباء والدراسات حول أضرار التدخين عن طريق تجنيد مجموعة من الأطباء والإعلاميين بهدف إيهام الناس بأن الموضوع يا جماعة مش محسوم ولا ثابت وأنه ما زال محل نقاش. We do not believe that cigarettes are hazardous. We don't accept that. Have they been proved to be safe, Mr. Coleman? I believe they have not been proved to be unsafe because when, as and if, any ingredient in cigarette smoke is identified as being injurious to human health, we are confident that we can eliminate that ingredient. It's true, the babies born from women who smoke are smaller, but they're just as healthy as the babies born from women who do not smoke. What about the higher And rate some of women would deaths? prefer having smaller babies. Here in Washington, a lot goes on that you never hear about. Take the controversy about cigarettes. In the 91st Congress, a House committee heard testimony from leading experts on smoking and health. The record shows that many of the country's most respected doctors openly challenged anti-cigarette claims. A California doctor said, "As a scientist, I find no persuasive evidence that cigarette smoking causes lung cancer." A New York doctor told Congress to claim there is now sufficient scientific evidence to establish that cigarette smoking causes disease is, in my opinion, unjustified. There is another side to the cigarette controversy. It's all here in this white paper. Send for it. I think there's a great deal of doubt as to whether or not cigarettes are harmful. If you read both sides, not only the point of view of the people who have missionary zeal to make the world stop smoking, but the people who are trying to be objective with respect to this question, you will discover there's a great deal of doubt with regard to whether or not smoking causes all these diseases which are alleged to be caused by smoking. الهدف من إشاعة حالة الشك والجدال دي حول أضرار التدخين كانت صناعة منطقة رمادية بين الأبيض والأسود، بين الصدق والكذب، بين الحق والباطل، منطقة تسمح للمدخن اللي عايز يستمر في التدخين إنه يضع ضميره تحت التخدير ويعطي لنفسه مبرر للاستمرار في التدخين بحجة إن مفيش إجماع وإن الموضوع مش ثابت. وفي سبيل تلميع صورة رجال البروباجندا الخاصة بشركات التبغ كان بيتم إقامة مناظرات تلفزيونية بين الأشخاص التابعين لهذه الشركات واللي كان بيتم اختيارهم بعناية وبين أطباء وأشخاص معارضين للتدخين لكنهم غير مؤهلين لخوض مثل هذه المناظرات عشان يبدو الأمر وكأن حجة التابعين لشركات التبغ هي حجة أقوى. They were there to go and create doubt, create debate. They couldn't lose. If you got a local physician who was not trained in debate, they were professional, they could confuse anyone. We have contributed nearly $100 million to research over the years because we believe we are obligated
because we have produced a product that has been alleged to cause death and disease. We are obligated to try to find those answers. I have no doubt that Dr. Richmond is sincere in his beliefs, and there are many sincere men and women of science who disagree with his judgment. باختصار، استراتيجية استخدام الإعلام في إشاعة الشك وعمل حالة من الجدل المزيف لإيهام الناس بأن الثابت مش ثابت، وأنه مازال محل نقاش ما بين العلماء والباحثين والمفكرين، هي استراتيجية مش جديدة. What? All you all think smoking kills? Let me tell you something. Do you know that the amount of people dying from diabetes are 3 times as many people dying from smoking? Yet if I pulled a Snicker bar, nobody would say anything. Do you know that the leading cause of lung cancer is not actually a cigarette? It's your DNA. You could smoke for years and nothing will ever happen to you. This whole war against smoking is just to restrict the farming of tobacco. I use these arguments, even though I just made them up, with a group of my friends. And the results, 5 of them believed what I said. 2 of them started smoking. Words, when said and articulated in the right way, can change someone's mind. They can alter someone's belief.